السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي دكتورة تحاليل، اتجوزت زميلها بس ما كانتش تعرفه. بتقول تقدم لباباها وهي يعني عريس كده، وافقت بيه، مواصفاته كويسة، ظروفه كويسة، وباباها وافق عليه. بتقول اتجوزت، قعدت شهر في البيت منزلش، وهو كان زميلي برضه دكتور تحاليل، شغالين في نفس المستشفى. راح بتقول قعدت شهر في بيت عيلة، قعدت شهر ما نزلش من البيت، عروسه بقى وكده. بعد كده نزلت انا وهو الشغل عادي، مفيش اي مشكله. بس احنا كنا المفروض بننزل سوا ونيجي سوا، الفرق بس بينا ساعه، ممكن هو يخلص بدري انا اخلص بدري ساعه بس مش اكتر. ساعات هو كان يجي، ساعات كان يستناني، مفيش مشكله. فبتقول في بعد الشهر ده اخوه الوسطاني سافر ومراته قاعده معانا في البيت. فبتقول كل ما ننزل تحت عند حماتي يتخانق هي وهي، يكلمها باسلوب وحش. فانا قاعده مكسوفه، فاقول له مثلا انت بتعمل كده ليه؟ يقول لها اسكتي اسكتي انت متعرفيش حاجه. بتقول برضه اجي من الشغل، طب من انا شغاله وحماتي ربنا يبارك لها وسلايفي فبيعملوا اكل ويعملوا كل حاجه، اجي عليهم اكل وبعد كده اطلع اطلع فوق، ما انا لسه عروسه يعني كده. كل ما تتكلم يروح قافش معاها، حتى لدرجه ان احنا بقينا نعزلهم عن بعض، ومعظم الوقت بتاخده واطلع على فوق على طول. فبقول له ليه بتعمل كده؟ حرام عليك، مش كفايه ان جوزها مش موجود؟ قال لها بقول لك ايه، اسكتي انت ما تعرفيش حاجه، وهي مش كويسه وما تقعديش معاها. فبتقول المهم في يوم جيت من شغلي بدري وهو كان لسه شويه يعني عليه ان هو يجي، فلقيتها قاعده فوق في شقتها. فانا قلت اراضيها، من ان جوزي على طول يتخانق معاها ويزعق معاها ويغلطوا في بعض ويضايقها، قلت اطلع اراضيها. فبتقول دخلت الشقه فين وقعدت معاها وقعدت اتكلم ومفيش مفيش اي مشكله. فبتقول فجاه كده قالت لي انا هقوم اعمل لك حاجه، قلت لها خلاص ماشي. وتقول لي لقيت على الكنبه برشام من الحمل. فبتقول بهزر كده بقول لها ايه بتعملي بيه ايه؟ المهم قعدنا نهزر وكده. قالت لي ده اختي نسيته، اختي نسيته عندي. هي بتقول أنا ما كانش في دماغي حاجه، قلت ماشي عادي مفيش مشكله. وجوزي المهم جه لقاني فوق، راح قعد يزعق، انا ده له قعد يزعق. فبتقول له في ايه؟ إيه اللي دخلك عندها وانا قلت لك ما تكلمهاش، بتكلميها ليه؟ فبتقول انا قلت اراضيها عشان انت على طول منكد عليها. قال لها مالكيش دعوه، انا قلت لك مالكيش دعوه، مالكيش دعوه بيها. قلت له خلاص انتوا حرين نتفق، انا كنت قلت اراضيها عشان خاطر اخوك انك سايبها يعني وقاعده لوحدها، ما يبقاش احنا والزمن عليه. قالها بقول لك انت مالكيش دعوه بيها. قلت له خلاص ماشي انتوا حرين، انا مالي. فبتقول في يوم تعبت وانا في المستشفى، عملت تحليل لقيت نفسي حامل. فبتقول ايه لما لقيت نفسي حامل كده انا فرحت يعني، وقلت اعمل مفاجاه واقول له في البيت. فانا في اليوم ده انا مشيت بدري، وهو قال لي ساعتها من الصبح انا مش رايح الشغل انا تعبان. فبتقول انا قلت بقى اروح الاقيه في البيت واعمل له مفاجاه ونحتفل في بيته كده. فبتقول بفتح الباب بالراحه سمعت صوت. فبتقول هو مشغل التلفزيون ولا ايه؟ فبتقول دخلت السحبت لقيته هو وهي قاعدين على السرير بيتكلموا مع بعض وباسلوب مش حلو. بتقول قعدت اصوت قعدت اصوت لحد ما اغمى عليا. صحيت لقيته ان هو قاعد نايمني على السرير بتاعي في اوضه النوم، وحماتي واخته وهي سلفتي وسلفتي التانية كلهم واقفين. في ايه مالك؟ في ايه مالك؟ قالت لهم عايزه اروح بيت ابويا، انا عايزه امشي. هو حاطط وشه في الارض ومش بيتكلم. طب معلش، طب حقك عليا، طب كان. فامه بتقول له في ايه يا ابني حقك عليا ليه؟ اتقال لها عشان انا خضتها. فبتقول روحت بيتي وانا بقالي كده 3 اشهر في البيت، فانا مش عارفه البيبي ده آه اكمل معاه عشانه ولا اتطلق. انا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه صراحه، يعني هو جوزك اصلا ده مش كويس ادام يعني انت ده اخوك ومرات اخوك، يعني ده لا اله الا الله، ده لحمه وعرضه، ازاي ان هو يعمل كده؟ وهي برضه صفتك دي مش كويسه، لا انتي تطلقي ابنك بقى، انتي ربيه وخلاص، يعني انتي خلاص نصيبك هتربي انتي ابنك. لكن انتي رجوع للبني ادم ده لا، ده يعني استغفر الله العظيم مش لاقيه كلام اوصفه بيه غير ان هو وهي حطم جهنم، حطب جهنم. اكتر من كده انا مش قادره اقول ان دي لحم اخوه وعرضه،
وازاي يبص اصلا لاهل بيته، ما هي دي اهل بيته، ازاي يبص لها؟ بالعكس المفروض هو يخاف عليها ويحميها من الناس اللي بره عشان دي بتاعت اخوه. فلا هو مش كويس. فانت احمدي ربنا انت عرفتي في الاول، مش مهم يعني، خلاص هو العيل ده ليه نصيب ان هو يجي، مكتوب اللي هو نصيب يجي. فانت لا ما ترجعلهوش، ده رأيي، ما ترجعلهوش وابنك ربيه وخلاص على كده. وانتوا قلنا ايه رايكم في الكومنتات، وصلوا على النبي يا جماعه وربنا يهدي. مش قادره اقول حاجه اكتر من كده، ربنا يهدي. وصلوا على النبي، والسلام عليكم في فيديو جديد. وشيروا بقى الفيديو بقى ولايكات وكده، عشان ايه ننتشر بقى ايه ونكبر سوا مع بعضينا، وربنا ايه يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله. يلا سلام عليكم، وصلوا على النبي يا جماعه.